السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا إن شاء الله قصة يا إخوان. هذا شخص يقول أنا ساكن بأحد الأحياء اللي موجودة بالدمام. يقول كان عندي أخو أصغر مني. يقول ما هو أصغر مني مرة، يقول تقريبا الفارق بيننا 2-3 سنوات. يقول يوم من الأيام رفع علي اتصال ورفع الجوال إلى واحد من أخويه. قلت له هلا. قال اسمع يا فلان. قلت له سم. قال حنا عندنا مخيم بالمكان الفلاني. قلت له طيب. قال لي جمعة بسيطة. قال مين موجود بالمخيم؟ قال موجود فلان وفلان وفلان. قلت له لا معليش ما يجي. قال لي ليش؟ قلت له انت تعرف اني انا متهاوش مع فلان صح ولا لا؟ قال لي بس هذه سالفة قديمة. قال ما في قديمة، انا لو جيت المخيم وغلط علي ترى بأدوس على وجهه قدامكم. انا اتجنب عنه، انا اشوفه في الحارة وابعد عنه، يرمي علي كلام وابعد عنه، بس لما نجتمع ويغلط علي راح ادوس على خشمه قدامكم. قالوا يا رجال تعالوا ما في الا الخير. قلت له خلاص يلا تجهز بمرك. قال ابشر. يقول تجهزت، كلمت اخوي اللي اصغر مني، قال خلاص بروح معك. يقول لبسنا ومرنا خوينا وطلعنا على هذا المخيم. يقول السالفة اللي صايرة مع هذا الشخص اني انا متهاوش مع هذا الشخص اللي بالمخيم. يقول السالفة هذه صارت قبل 2 من طلوعنا للمخيم. يقول كنت انا امشي بالسيارة ووراي كان شخص كل شوي يكبس ويدق بوي. يقول وانا افتح له الخط ويجي وراي يكبس ويدق بوي. يقول ما ادري هو ايش يبي بالضبط. يقول طلعت يدي نظرت فيه قلت له خير اللي هو سواه. قال لي يا اخي افتح خط انت ما تشوف. قلت له وش اللي ما انت هاي وقف. يقول وقف الهندي ووقف انا. يقول اول ما نزلت واصفق كف. يقول بدون اي مقدمات يوم صفقت كفه. يقول يوم صفقت كف ويطيح الهندي ويبكي ويجون الناس ويفرقون. يقول انا رحت بيتي وهذا راح بيته الهندي. يقول اثر الهندي اللي ضربته كفيل شخص موجود بحارتنا. يقول وانا ما كنت ادري. يقول ويطلع الهندي واطلع انا ونناظر وجه بعض جارنا. فيناظر الهندي فجاء عند كفيل وقال هذا اللي ضربني. فقام كفيله راح عند الشرطة اشتكى عليه. قال هذا شوف وجهه الكف مبين. اشتكى عليه. يقول جو اخذوني توقيف وقعت على تعهد كفلوني مشى طلعت من السجن. يقول فصار بينتنا عداوة أنا وهذا الشخص. لما طلعت وشفته أحس إني أبي أضربه وهو نفس الشعور، لا هو بطايقني ولا أنا طايقه. يقول فأنا قلت لهذا الشخص أنا ما راح أروح الشاليه المخيم وهذا الشخص موجود، لأنه والله العظيم لو أشوفه لا أدوس على خشمه. قال أنت لا تغلط عليه وهو لا يغلط. قال لا هو يغلط عليك ولا أنت تغلط عليه والموضوع ينتهي. قال أتمنى إنه ما يغلط. يقول أنا أخذ أخوي ويمرني خوينا ونطلع على المخيم. يقول يوم وصلنا سلمنا عليهم كلهم إلا هذا الشخص، أنا وأخوي ما سلمنا. يقولوا متحاملين على بعض ويناظر فينا نظرات وحنا نناظر فيه نظرات. يقول هذا الشخص يبي يغيظني يبي يقهرني. يقول جاء عند خوينا يلي حنا جايين معه. قال أبي جوالك أبي يكلم منه. قال له خوينا أبشر وطلع الجوال ويعطيه. خوينا خوي هذا الرجال وخوينا فما بيخسر الاثنين. يقول أعطاه الجوال وكلم. يقول طلع خوينا ورا هذا الرجال اللي أعطاه جواله. قال خلصت؟ قال لي خلص بس دقيقة. قال وش دقيقة؟ قال دقيقة بس أنا شفت هنا صورة. قال وش دخلك بالصور؟ قال له بس قال خوينا نجيب الجوال. قال اصبر. قال عطني الجوال ويدف الرجال هذا. قال ما في جوال اصبر. قال ما في جوال. قال انت صاحي. قال ما في جوال انقل عينه. هو ما قال هذا الكلام إلا محتمي بأخوانه. أخوانه عددهم 4 موجودين. قلت له ابن حلال اكسر الشر انت وش بلاكي؟ أنا عارف إنك تبي تغيظ الاثنين هذولي اللي هم اللي جايين معي، بس والله لا من قاموا يهطون على خشمك. فجيب الجوال واكسر الشر. قال والله لا أنت ولا هم إنهم يعقبون. قال ابن حلال انت وش بلاك؟ قال ما في جوال. راح اشتكى عندي. راح أقول لهم فلان اللي هو الشخص هذا يقول والله لا أنتم ولا قبيلتكم ولا اللي وراكم تجون تأخذون الجوال. ما أنت صديقهم ومحتزم فيهم وجاي معهم. قال لا. قال خلهم يجون يأخذون الجوال. قال أنت بيها مشاكل؟ قال لي بالله. قال بكيفك. ويطلع هذا الشخص ويتوجه على الاثنين هذولي. قال اسمع الموضوع بعد 2-3 والرجال هذا ما هو بكسر الشر. يوم أنكم تطون على خشمه
يا أما أنه يطع على خشم، يا أما أنه يطع على خشمكم وينتهي الموضوع. قالوا الاثنين الأخوان لا بالله ما ينتهي الموضوع كذا، حنا أصلا نبي هذا الشخص، والسالفة جت لما عندنا، والله العظيم إنه طع على خشمه هو وأخواني اللي محتزم فيهم الاثنين. خلنا نسميهم اسم عشان نبسط السالفة أكثر. خلنا نسمي الكبير محمد والصغير علي. حلو. فقام محمد وهو حاقد على الشخصية اللي قدامه اللي هو خصمه، فقال له أعطى الرجال جواله. قال ماني معطي. قال أعطى الرجال جواله. قال ماني معطي. ويقول محمد ياخذ حصات ويضرب الرجال براسه. يوم ضرب له الدم ينثر بكل مكان. فقاموا الثلاثة الأخوان ويتضاربون مع محمد وعلي وخويهم الثالث، فصار بيناتهم مضاربة. في الباقي بالمخيم يفرقون وخلاص وكسر الشر ومدري ايش. انتهت المضاربة. محمد ضرب هو اللي يبيه. انا حاقد على هذا الشخص، انا ضربته، خلاص انتهى الموضوع. فكلنا راح الى بيته، تركوا المخيم وتركوا كل شيء، كلنا راح الى بيته كسرا للمشاكل. ولكن الأربعة الأخوان هنا باقي. قالوا أخونا انضرب قدامنا، محمد ضرب وفك راسه. والله السالفة ما تنتهي كذا. تدري شلون؟ خلنا نصيد محمد لحاله، ونصيد علي لحاله، ونصيد خويهم الثالث لحاله. لا من اجتمعوا الثلاثة ما بنقدر عليهم، لأن على وصفهم كانوا هم أجسامهم قوية. قالوا خلنا نصيدهم لحاله. قالوا خلاص. فمسكوا خويهم اللي أخذوا منه الجوال وضربوه. قالوا له وين أخوياك اللي هم محمد وعلي الأخوان؟ قال محمد وعلي موجودين بالبيت. قال حلو، طلع لنا واحد. قالوا من تبون؟ قالوا نبي محمد. علي ما نبي، مشكلتنا ما هم معه، مع محمد. قام الخوي هذا دق على خويه اللي هو فاز عليه أصلا، وقال له اسمع يا محمد تعال لي المكان الفلاني. قال له ايش تبي؟ محمد أصلا ما كان على باله. قال له ايش تبي؟ قال والله أبد عندي موضوع بسيط أبي أناقشك فيه. قال خلاص جايك. محمد يثق في خويه يحبه. قال خلاص. محمد شغل سيارته وراح عند خويه مكان ما قال له. يوم وصل اللي ناظر بخويه حالته يرثى له. قال شو بلاك انت؟ شوي الا يطلعون الأربعة. ناظر محمد بخويه قال وش الموضوع بالضبط؟ قال الموضوع انهم ضربوني وقالوا لي ناديك. قالوا انت على طول كذا رخامة؟ قال والله ايش اسوي يا محمد؟ قال انا اعلمك ايش تسوي. وينقز محمد على سيارته. كان مع ساطور بالسيارة، هو من أول حاطه، هو مو راعي مشاكل محمد ولكن حاطه للاحتياط. فسحب الساطور ويناظر لهذولي 4. قال أنا ما أبي أصلا أضرب بالساطور، أنا أخاف، ولكن للضرورة أحكام. هذولي 4 لا مسكوني والله العظيم تمسحوني في الأرض مسح، عشان كذا خليني أضرب 2 3 والباقي يعني نمشي حالنا معهم. فجاء الأول عليه اللي هو خصمه اللي ضربه بالمخيم وفك راسه. في يوم إنه جاء ويضرب محمد بالساطور، ضربه بإيده فقطع له إيده. الساطور ما كانت حادة مرة عشان تقص، فقطعت له إيده. بعدها دخلوا الثلاثة فضربوا محمد واخذ الساطور وهم أصلا معهم سكاكين، فطعنوا محمد. وأحد الطعنات وصلت للكلى من قوة الطعنة، واحدة وصلت على الرئتين. فدق محمد على أخوه وهو ضايح. هذول راحوا. خويه انحاش، خويه اللي هو فاز عليه انحاش، واتصل على أخوه علي قال له تعال المكان الفلاني، لك دقايق بسيطة، يا أما تلحقني يا أما إني مودع الحياة. وأغمى عليه محمد من كثر الطعنات، أعطوه 6 طعنات بس ما كان شيء ببطنه، كلها وراه. جاء أخوه علي خذ محمد ودع على طول المستشفى، وكان يصيح على أخوه يحسبه مات، كان غارق بدمه على طول. أول ما وصل للمستشفى كرسي وعلى طول على العمليات، سووا له عملية. جلس بغرفة العمليات 5 ساعات
وهم يخيطونه. 5 ساعات وهم يخيطونه. طلع الدكتور يناظر بعلي يشوفه يصيح، قال انت اخوه؟ قال الله الله. قال اسمع، اخوك جت وطعنه على الكلى وطعنه على الرئتين، فكان الموضوع صعب جدا، فنحتاج الى متبرعين. فتبرع علي، دق على اخوياه تبرعوا له معه. كان الموضوع محزن. جلس 2 شهر بالمستشفى، تقريبا 5 أيام في العناية، ما يدري عن نفسه. بعد ما قام محمد ناظر بأخوه علي، قال وش اللي صار قال ما تدري. قال أنا أذكر آخر شيء يمكن 3 ضرب، بعدها أنا ما أذكر أي شيء إطلاقا. واشرح له علي الموضوع. قال تبينا يعني نسوي فيهم مثل ما سووا فيك؟ قال لا تسوي فيهم ولا شيء، هذا الشيء اللي صار لي بيدي، بصنع يدي. قال ليش؟ قال لأني فزعت الرجال ما يستحق. خويي هذا اللي أنا فزعت له هو نفسه اللي اتصل علي وسوالي كمين مع هذول الأشخاص، وأنا الحين بالمستشفى بسببه. قال طيب بينا نضرب خوينا، نطعنه، نومه بالعناية. قال لا تسوي فيه أي شيء، هذا الشيء اللي صار بصنع يدي، أنا اللي أتحمله. فعشان كذا الموضوع بالنسبة لي انتهى. يقول والله العظيم القصة صارت تقريبا في 2012-2013. يقول من هذيك الأيام إلى يومنا هذا والله العظيم إني ما أفزع لأي واحد. لا من اتصل علي يا أبو فلان قلت له سم، قال فزع قفلت بوجهه. يقول لنا ما عاد في أصدقاء في هذا الزمن، كلهم كذابين، حقين فزعات وحقين مدري إيش. يقول لا من جد الجد والله كلهم ينحاشون، واللي يعلم عليك واللي يخليك بالمشاكل وينحاش، وانت كذا تناظر، انت بوجه المشاكل. يقول وانت كذا تناظر ما تدري وش السالفة. يقول انفصلت من دوامي، قالوا ما عدنا بحاجتك، انت غير لائق بسبب اني ما عاد اقدر اتنفس بسبب الرئتين الطعنة اللي جت فيها. يقول يا الله اخذ النفس. يقول فافصلوني الدوام. يقول الحمد لله بعدها توظفت. يقول ولكن الحياة تجارب، وانا تجربت من هذا الموقف، تركب صح، جربت من هذا الموقف شيء كبير جدا، انه لما اتصل علي شخص وقال فزع ومدري ايش، قلت له روح اشتكي على الشرطة، في حكومة، في ناس تاخذ لك حقك، انا مالي دخل، توكل على الله. فانت اعرف مين تصاحب. الصاحب احيانا اللي معك وذراعك اليمين ومن يعرف ايش وهياط كلام فاضي، هو اللي من يسحب عليك اول واحد. لا جد الجد. تواجه على خير ان شاء الله. السلام عليكم.